الفصل السادس. المشهد العاشر. ما أعجب تدابير القدر. بشرود أقرب إلى التأمل عبرت إيريني عن قوة القدر الذي حثها على الحضور مع والدها لزيارة عمتها والاطمئنان على دانيال بعد هدوء نسبي منذ مر يوم على وقف القتال. غاص يعقوب وسار في حوار طويل غيبه عن ابنته التي هامت في حب شريف، فرماها بنظرة إعجاب شديدة وعقب: تدبير القدر يمنحك أملا فيما يختزنه لنا من نهاية سعيدة. تبدلت ملامح إيريني ليرتسم الحزن والقلق عليها، ثم ابتعدت وسارت نحو شجرة أمامها بالحديقة، فأسرع نحوها مندهشا: ماذا بك يا حبيبتي؟ لماذا تبتعدين عني؟ كم تسعدني وتؤلمني هذه الكلمة في آن واحد. لا أفهمك. يسعدني حبك ويؤلمني فراقك. النهاية السعيدة ليست لنا. لماذا؟ والدي لن يقبلك، بل ربما حاول قتلك، وأعلم أني سأستسلم له. لقد اعتاد قهري منذ الصغر. أحاطها بذراعه وسار في الحديقة حتى وصل عند مقعد خشبي فجلس، ثم استطرد يقول: ما سر هذا القهر؟ لقد توفيت والدتي بعد ميلادي مباشرة، فاهتمت عمتي وجدي وجدتي بتربيتي، ولكن هؤلاء يمنحونك القوة لا القهر. إن مأساتي بدأت عندما رآني والدي أقلد جدي وهو يصلي، فاستشاط غضبا، وكنت في 5 من عمري حينها، فأخذني إلى البيت وقرر ألا أذهب إلى هناك ثانية إلا بصحبته وأعود معه. ولم كل هذا الغضب؟ منذ جاءوا إلى هنا قرر والدي الحفاظ على هويته الأرمنية، فحافظ على اللغة بقراءة الكتاب المقدس بها، وكان يكتب خواطره بها، وتزوج أرمينية مثله واحتفظ بديانته. لماذا؟ كان يدبر كل هذا لليوم الذي يعود فيه إلى موطنه الأصلي، ولكنه ناجح هنا. فلماذا؟ إنه متمسك بجذوره هناك ولم ينسى أصله يوما واحدا. وماذا حدث بعد أن أخذك إلى البيت؟ قرر أن أتعلم كل شيء بسرعة، كاللغة والدين، وكلما أخطأت في أمر نهرني ونعتني بالغبية، ففقدت ثقتي بنفسي بسبب قسوته. التمسي له العذر. لقد ظل على دينه وأراد لك ولدانيال ذلك الدين، بل رسم لنا مصيرا وفق هواه دون أن يسألنا: أكنت تريدين الإسلام؟ لا، أنا متمسكة بالمسيحية عن قناعة، أما هو فيراها جزءا من هويته فقط. ليس من حق أحد التفتيش في نوايا البشر. إن التسامح قيمة أصيلة في المسيحية التي تعلمنا أن نحب أعداءنا، ولكنه يفتقر إلى هذه القيمة. ما كابده في الماضي لم يكن هينا، فليس من السهل التسامح معهم. أتعلم أن اسمه الحقيقي يعقوبيان؟ وكان جدي يناديه يعقوب كبقية المصريين لأنهم استثقلوا نطق الاسم على هذا النحو، وكان أبي ساخطا لسنوات طويلة على ذلك حتى ألفه مرغما إلى هذا الحد. لهذا لا أستطيع مواجهته لعناده، ولأنني جبلت على الضعف. القوة تكمن في كل منا كالضعف، ونحن من نسمح لأي منهما بالظهور وننحي الآخر. لا أستطيع مواجهته مطلقا. إن كنت تحبينني حقا فلن يعرف الضعف إلى نفسك سبيلا. الضعف ينهار أمام ما نريده ونتمسك به، ونرى فيه الحياة ودونه الموت. ما أعزب كلماتك. أنت تعلمني فن الحياة دون توبيخ أو تأنيب. يقطع سيل الحديث ظهور سامر متجها نحوهما ومحييا لها، ثم يأخذ شريف معه إلى القبو لأمر هام فيرحلان. بينما هي منتشية مبتسمة، فجأة تتبدل ابتسامتها لفزع شديد، حيث يباغتها ظهور يعقوب كعفريت في الظلام، فتنتفض وتتراجع إلى الخلف، وهو يقترب منها رويدا رويدا حتى تصطدم بشجرة، فيرمقها بنظرة غضب ترميها بشرر يكاد يحرقها، ثم أطلق رصاصات كلامه: أتحبين هذا الدنيء؟ تصمت إيريني فيسألها بغضب: هل أصبت بالخرس أم تخجلين مما تفعلين أيتها العاهرة؟ تباغته بصرخة في وجهه: لست عاهرة، إنه يحبني ويريد الزواج مني. يباغتها بصفعة قوية فتجيبه بإصرار: سأتزوجه ولن يمنعني مخلوق. يمنعك الموت، لأني حينها سأقتله وسأقتلك، وأدرك ما فاتني في الماضي. صمتت إيريني فزعا بينما دهش يعقوب كيف تحولت إيريني هكذا. هي قوة المشاعر أم نزع فتيل فجر
فجر قهر السنين بداخلها. وهنا تذكرت إيريني كلمات سميرة: إننا نستطيع حينما نريد. الفصل السادس، المشهد 11 والأخير من الفصل السادس. لدينا عملية الليلة. بجدية تعبر عن خطورة العملية أخبر سلامة الشباب داخل القبو. دخل سلامة منزل نور من باب المطبخ في ملابس عامل سباكة، ثم أدخلته سارة القبو بعد رحيل يعقوب وإيريني ليلتقي بشريف وسامر ودانيال. أخبرهم سلامة أن السلاح سيتم نقله أولا، وسيتولى الضباط الفدائيون توزيعه على الأهالي، بعدما داهمت قوات العدوان ضباط الشرطة في الشوارع وصادرت السلاح منهم. لم تكن مهمة توزيع السلاح مهمتهم الوحيدة، بل كانوا يأتون بالتعليمات تحت جبيرة لفوها حول أذرعهم لينقلوا الأخبار إلى أهالي بورسعيد بعد تدمير معظم أجهزة المذياع ونقل أخبار بورسعيد إلى القيادة. وكان منفذهم بحيرة المنزلة متخفين في ملابس الصيادين. كانت خطة العملية قائمة على مهاجمة معسكر إنجليزي وخطف عدد من الجنود كأسرى ليتم تسليمهم مقابل أسرى مصريين، والاستيلاء على الأسلحة تعويضا عما صدروه من السلاح. لابد أن نختطف عددا كبيرا. بحماسة تحدث دانيال: لابد أن نلتزم بالأوامر يا دانيال. بصرامة عقب سلامة: كما ترى، ولكن لديهم الكثير من أسرانا. أصبت يا دانيال، وقوات العدوان تقتادهم للاستاد وتستجوبهم بأبشع الأساليب وتقتل في النهاية من يتعاون ومن لا يتعاون. بأسى تحدث شريف: ما أعجب ما تروي، فهذا الاستاد أنشئ لإدخال البهجة في نفوس الناس، أيصبح مصدرا للحزن والعذاب وقبرا أيضا؟ هي الحياة يتجسد فيها النقيضان يا سامر. أنهى سلام الحوار متعللا بضيق الوقت وبضرورة إطاعة الأوامر. تم تحديد مهمة كل منهم بدقة، وعلى الفور خرج سلامة حاملا حقيبة تشبه حقائب السباكين بها أسلحة. وبعد مدة خرج الشباب يحملون البراميل مرتدين ملابس بائع اللبن. بعد رحيل الشباب لاح شبح في الظلام، راح يتحرك متسللا يسير في الحديقة باحثا عن شيء. بعد قليل خاب سعيه، فاتجه إلى باب المنزل وطرق الباب كأنه يود تحطيمه. ففتحت سارة ففزعت لرؤيته، ولم تستطع إخفاء فزعها قائلة: يعقوب، لماذا عدت ثانية؟ لماذا عاد يعقوب إلى المنزل ثانية؟